السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد من وصفاتنا السهله والسريعه. النهارده هنتكلم عن الفراخ المشويه وازاي نتبلها وازاي نخليها جوسي وطريه ومحتفظه بالعصاره بتاعتها مهما قعدت على الفحم. اول حاجه حبايبي بنعمل لها محلول ناقع. محلول الناقع ده فايدته ان هو بيملى الفراخ بالعصاره اللي مليانه نكهات من التوابل والبهارات اللي بتحطها في محلول الناقع. عباره عن ايه محلول الناقع ده؟ 3 لتر ونص ميه زائد نص كوبايه ملح زائد نص كوبايه سكر زائد ورق لوري وحبهان وقرنفل وكبابه صيني جوز الطيب فلفل اسود. اي نكهات انت تفضليها تبع الرغبه حطيها عشان يحصل تبادل بين انسجه الفراخ وبين التوابل والملح والسكر. والملح هيقوم بالعمليه الاسموزيه اللي هو هيفتح خلايا البروتين داخل انسجه الفراخ ويبدلها لانسجه جيلاتينيه رخوه. الانسجه الجيلاتينيه الرخوه دي بتمتص الميه بالنكهات اللي انت نقعاها فيه. تمام. تاني حاجه التتبيل مهم جدا يا حبايب قلبي. بنتبلها معلقه فلفل اسود، بشر طماطم، ميه بصل، فصين توم مهروسين، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، معلقه كاتشب، وبنقلب كله معلقتين زيت. الزيت هنا فايدته ان هو بيفتح الانسجه بتاعت الفراخ عشان تشرب التتبيل اللي انت حطيتيه عليه. طيب ومعلقه كاري، معلقه كاري كبيره. طيب لما نحط في الوصفه كاري لازم نحط فلفل اسود عشان ماده الببرين اللي في الفلفل الاسود هي اللي بتساعد الجسم على امتصاص ماده الكركمين اللي داخل الكاري اللي هو مصنوع من الكركم، اللي هو في احد مكوناته الكركم. تمام واضح؟ تمام. وبعد كده بولع على الفحم واسيبها بقى تتبل على الاقل 4 ساعات، يا اما ليله كامله، والافضل ليله كامله عشان تديكي نتيجه مرغوب فيها. نيجي بقى للفحم، نولع الفحم كويس قوي ومش نخلي حته قايده وحته مطفيه عشان ما يحصلش تفاعلات وينتج عنها مواد ضاره. ونبدا نرص الفراخ ونحطها على الشوايه وبالهنا والشفا، وتتقدم بقى مع رز ابيض، رز بشعريه، زي ما تحب. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.